قبيلة البياضية اللي أتشرف بالانتساب لها مقرها الحالي مركز بئر العبد في وسط شمال سيناء، وجزء منها في محافظة الشرقية وجزء في محافظة الإسماعيلية. القبيلة دي طبعا كمنتسب للقبيلة لنا قوانين ولنا دستور بنحترمه، وعندنا أهم شيء في البدوي هي الكرامة، كرامة البدوي. البدوي عنده استعداد يموت من أجل كرامته، من أجل عرضه، من أجل ماله. 3 حاجات ما فيش فيها نقاش أبدا مع البدوي. يعني أنا بالأصالة عن نفسي وعن قبائل سيناء عموما، أنا بطالب لنا مطالب للدكتور مرسي بنقدمها، ينظر لأبناء سيناء، يعوضهم شوية عن فترة الحرمان. شباب سيناء أو شعب سيناء انحرم من حاجات كتير، لا خد حقه في الشرطة ولا خد حقه في وزارة الدفاع. معظم أبناء سيناء يعني يعتبروا مهمشين، الوظائف المهمة والوظائف اللي هي يعني حساسة ابن سيناء بيستبعد منها. بيحسونا ان هناك في فرق بين ابناء سيناء وابناء مصر، وده للاسف يعني ترك اثر سيء في نفوس ابناء سيناء. فعايزين نظرة من العدالة. سيناء هي مصر ومصر هي سيناء، واحنا كلنا مصريين، والمفروض ان احنا يعني يعوضونا. لو احنا عندنا كوادر من الشرطة وكوادر من الجيش، ما لقيتش فيها ابدا في سيناء مشاكل امنيه، لان اهل سيناء انا اعتقد 100% انهم هم يعني اهم ناس انهم هم امن سيناء ده على يعني ممكن يحققوه بايديهم. سيناء دي يعني عايزه من الرئيس لفته للشباب العاطل، لفتة للحقوق المسلوبة، نوع من التعويض. كبار القبائل لهم دور، المفروض ان الحكومة ما تتجاهلوش. كبير القبيلة المفروض انه هو عين الدولة او هو عين الحاكم، هو اضرب قبيلته واضرب باعضاء قبيلته، ويعرف منهم الشخص المناسب او الشخص المنحرف. لو ما تبقى ليه سلطاته وتبقى ليه حصانة، هيقدر هو يعالج الأمور دي بنفسه. احنا عندنا عيب، يعني من ضمن العيوب أو الشيء اللي احنا تربينا عليه، عيب إنه مواطن يروح يشتكي مواطن تاني في الشرطة. أنا أصلا مواليد سيناء، وسيناء بلد الفيروز اللي يعني معروفة ومكرمة عند الله سبحانه وتعالى. وسبنا سيناء وهاجرنا هنا لما يعني عانينا من المعيشة هناك، وجينا الأنطرة غرب هنا تبع محافظة الإسماعيلية. والحمد لله احنا دلوقتي يعني في حالة كويسة، وأولادنا اتعلموا وراحوا الكليات وتخرجوا من المدارس، فيهم دكاترة فيهم مهندسين، والحمد لله دلوقتي حالتنا أحسن كتير من ما احنا كنا هناك في سيناء. العرب اللي في سيناء الأرض غالية، والناس الوطن غالي عندهم، ومتمسكين بالأرض برغم ما فيها من جفاء وفيها من معاملة سيئة من جهات الأمن اللي كانت بتعاملهم، ودايما متهمينهم بتهم غير لائقة، ومهمشين أهالي سيناء. فلذلك يعني إن احنا عاوزين من المسؤولين الكبار إنهم ياخدوا بالهم من سيناء ويلتفتوا إلى سيناء، لأن سيناء هي بوابتنا الشرقية، وإن هي قطعة من مصر غالية علينا كلنا. والله حال سيناء، أهل سيناء دايما يعني عندهم الشكوى من المعاملة السيئة اللي بيقابلوها من المسؤولين كلهم اللي موجودين هناك، وعدم التنمية عندهم واقف حال خالص، ويعني فيهم ناس مش لاقية تاكل. وكل المطلوب ليهم انهم يعني الحكومة تنظر لهم نظرة عطف وحنان، حتى لأنهم أبنائهم. وسيناء دي بلد يعني مهمة جدا وبوابة الشرقية، والناس اللي هم موجودين فيها حالتهم مش كويسة خالص.
انا بكلم الرئيس بقول له اولا بدعي له ربنا يوفقه، ولكن نظرته لابناء سيناء لابد ان تكون فوريه وسريعه حتى يتم تمليكهم الاراضي وتسليمهم اراضيهم الزراعيه وفتح الميه ترعه السلام، لان الترعه مغلقه بقى لها اكثر من 5 سنين، والناس قاعده على ضفاف الترعه وهي فاضيه ما فيش فيها ميه. فعاوزين الرئيس يعني يأمر بسرعه في فتح الميه وتمليك الاراضي لابناء سيناء حتى يقوموا بزراعتها. انا بالفعل مولود هنا في محافظه الشرقيه، لكن اهلي حكوا لنا عن الفتره الصعبه اللي كانوا عاشوها، وقد ايه كان الباديه او مركز بير العبد بصفه خاصه مهمل من الخدمات، وكانت فتره صعبه جدا عاشوها، لان حتى استخدام الميه او الحياه بصفه عامه كانت حياه صعبه جدا ليهم. أنا بطلب برجاء من محافظ إسماعيلية إنه يعجل عجلة العمل في المنطقة الصناعية في أبو خليفة، لأن إحنا عاوزين نتواكب مع الثورة ونحول نشاطنا من نشاط استيرادي لتصنيع. أنا وزملائي كتير قدمنا مشاريع في المنطقة الصناعية في أبو خليفة، وفعلا خدنا موافقة لمصنع خاص بيا، واتمنى ان المحافظ يسارع عجله العمل فيها والبنيه الاساسيه ويسلمنا الارض عشان نقدر نبني المصنع. المصنع ده هيكون فيه فرص عمل لكتير جدا من الشباب، واعتقد ان ده الدور الايجابي اللي الدوله مستنظراه من ابنائها. انا بطلب من السيد رئيس الجمهوريه الرئيس محمد مرسي ان في مجموعه من القرارات كانت صدرت في فتره السابقه. القرارات دي كانت بتخص قرارات بالنسبه للاستيراد للجمارك، كانت بيبقى منتفعين بها مجموعه معينه. انا بطلب منه بارجو سيادته ان عن طريق وزاره التجاره ووزاره الماليه القرارات دي يجب انها تتراجع، ونشوف ايه اللي يفيد مصر وايه اللي يفيد بلدنا، ونقويه وننميه ونبقى عليه. والقرارات اللي كانت معموله لاشخاص معينه بعينهم وهم اكيد يعرفوهم كويس يا ريت نلغيها، ويا ريت عشان ده هيساعد اكتر على حركه التجاره وهتدي نمو اكتر للنشاط التجاري في البلد.